ناس كتير بتسألني ازاي كنت بذاكر في ثانوية عامة او ازاي جبت 98.8 ايام ما كانت المجاميع كلها تعتبر عليه. اول حاجة كنت بعملها خالص كنت منظم مواعيد الدروس بتاعتي ورا بعض بالظبط ومفيش فراغات في النص. يعني احنا عندنا هنا في المحلة اللي هو عندنا مثلا الدرس الواحد بناخده 3 حصص في الاسبوع، فكان مثلا بيبقى عندي سبت واثنين واربع 3 دروس، وحد وثلاث وخميس مثلا 4 دروس. فكنت بنظم اللي هو الدروس بقى تبقى مثلا 10 11 ونص، واحده 2 ونص، اللي هو مفيش فراغات في النص. كان في ناس بقى بتقسم تنزل مثلا 2 الصبح و2 بالليل، بس ما كنتش بعمل كده خالص عشان ده يعني كان هيموت لي الوقت اصلا، ويعتبر ما كنتش هلاقي وقت اذاكر اصلا يعني. واظن في القاهره واسكندريه ممكن سهل عليهم ان هم يعملوا الموضوع ده، اصلا عندهم تقريبا الدرس بيبقى حصه واحده في الاسبوع، فسهل ان هم يعملوا مثلا ماده واحده كل يوم. وبالنسبه للنوم كنت بنام 8 ساعات تقريبا من اول السنه لحد اخرها، ما فوتش اللي هو اخر شهر، وبجد متضايق ان انا عملت كده، متضايق ان انا قللت ساعات النوم عشان كان ده ساعات بيأثر كتير قوي على تركيزي. وكنت بصلي العشاء وانام، او بعد العشاء بحاجه بسيطه، وبصحى الساعه 2 ونص او 3 كده ابدا مذاكره. وكنت بذاكر بقى من الساعه 2 ونص 3 لحد ما انزل الدروس اللي هو الساعه 10. وكان النوم ساعات بيبوظ مني شويه عشان كنت ساعات ببقى راجع مثلا تعبان فانام الساعه 4، بس كنت بصحى الساعه 12، فده كان ساعات يعني بيأثر شويه على تركيزي اليوم اللي بعده، بس كنت بلحقها بقى اليوم اللي بعده يعني. وفعلا صحيان الفجر ده تقريبا كان احسن حاجه بعملها طول السنه. يعني الوقت بيبقى هادي جدا، بتبقى عارف تفكر، بيبقى البيت هادي، بيبقى مفيش اي حاجه توغوشك كده. كنت باكل معلقه عسل بالمكسرات كل يوم، يعني هو بيقولوا ان المكسرات بتقوي الذاكره وبتساعد في التركيز وحاجات كده يعني، فكنت باكل معلقه عسل بالمكسرات كل يوم. الحاجه الوحيده بقى اللي انا متضايق جدا ان انا وقفتها في السنه دي هي الرياضه. يعني ما اظنش مثلا ان انا لو كنت لعبت رياضه نص ساعه او ساعه كانت هتاثر يعني جامد. فلذلك كان وزني زاد شويه حبه حلوين، يعني كنت وصلت ل 103 كيلو، بس يعني الحمد لله نزلتهم بعد ما خلصت السنه. وهنا حابب انصح نصيحه معينه، يعني الرياضه مستحيل هتعطلك عن المذاكره، بالعكس ده يعني انت لما توازن ما بين مجهودك البدني ومجهودك العقلي هتلاقي نفسك بقيت مركز اكتر وانت بتذاكر، فاوعى توقف الرياضه. وحاجه مهمه قوي كنت بعملها ان انا كنت بستغل وقت المواصلات، يعني كنت بقرا فيه دايما قران. انا ختمت تقريبا القران في السنه كلها بتاع مرتين ونص تقريبا، ومع ان وقت المواصلات اصلا كان ربع او تلت ساعه. بالنسبه للبريكس بقى دي اهم حاجه تقريبا طول السنه. يعني انا مثلا كنت باخد بريك ساعتين في اليوم، دول كنت يا اما بقى مثلا بتفرج على مسلسل، العب فيهم، اعمل اي حاجه. وكنت دايما يعني نص يوم الخميس والنص التاني من يوم الخميس والنص الاول من يوم الجمعه تقريبا ما كنتش بذاكر فيهم خالص. دول بقى كنت يعني ايه بقى بخرج مع اصحابي، اتفرج على فيلم، بقى بخرب الدنيا في اليوم ده. والصراحه كان في ناس اصحابي يعني كانوا بيخيرونا في الدروس كده، لو هنمتحن مثلا يوم جمعه او يوم تلات، لا انا كنت مثلا بختار يوم التلات. ناس تانية تقول انا يوم الجمعه فاضي فامتحن، لا انا كنت يوم الجمعه ما بعملش اي حاجه. دي كده اجازه اليوم واجازه الاسبوع. في اجازه بقى اللي هي بتاعت نص السنه. الاسبوع بقى بتاع نص السنه ده انا ما عملتش فيه اي حاجه خالص، خدته اجازه اللي هو عشان يعني افصل دماغي بشكل تام. في ناس بقى قعدت بقى تقول بقى يعني هقعد بقى اذاكر فيه ومش عارف ايه، بس لا يعني انت حقك على فكره ان انت تاخد بريك، هو حقك والله. البريك ده حقك عشان تعرف تركز بعد كده. يعني انت عدى نص سنه فانت خد بريك بقى الاسبوع ده، افصل فيه دماغك خالص عشان ترجع مركز النص التاني من السنه ومجمع. وعشان اعرف اتحكم بقى في ادمان الموبايل بالظبط كنت بذاكر يعني ساعه، يعني بعمل منبه الموبايل ساعه، وبعد كده اقلب في السوشيال ميديا 10 دقائق، بعمل منبه 10 دقائق عشان يعني لو فضلت سايب نفسي كده هفضل مسحول اصلا فيها يعني جامد. وبالنسبه لمذاكره المواد بقى كنت برمي دايما العربي والجيولوجيا في الاخر، يعني عشان دول كانوا دايما بالنسبه لي اللي هو يعني ايه، لو قعدت اذاكر فيهم 10 ساعات مش هيخلصوا برضه. وانا كنت علمي علوم، فكان الفيزياء يعني هي الحاجه الوحيده تقريبا اللي بتتطلب تفكير قوي في المذاكره، فكنت بخلص حصه وارجع اذاكرها على طول. ما كنتش بذاكرها قوي يعني، كنت بقرا الحصه كده عشان ما انساهاش بس، هو بعد كده انام واصحى اذاكرها تاني يوم. والصراحه كان في صحاب ليا بيذاكروا وقت اقل كتير قوي من اللي انا بذاكره. انا تقريبا كنت بذاكر 8 ساعات في اليوم يعني. فكان في صحاب كتير جدا بيذاكروا ساعتين وثلاثه، وانا خلصت ده في نص ساعه، وانا خلصت ده في ربع ساعه. بس دي قدرات، يعني هو ربنا مديك قدره معينه على تخزين المعلومه، فما تقيس وقتك بوقت حد خالص. كنت بذاكر اكتر من ماده في اليوم عشان افصل. يعني مثلا ما كنتش باجي يوم كده اللي هو النهارده هنذاكر عربي، لا كده اصلا يعني دماغي هتتخزن عربي كتير قوي، وبعد فتره كده في معلومات مش هتعوز تدخل اصلا. وحاجه برضو مهمه كنت بعملها، يعني مثلا لو كان في معنى مثلا في العربي معين مش عايز يثبت في دماغي، او كلمه انجليش او جمله مثلا معينه في المنهج يعني، كنت اللي هي البتاع اللي هي ستيكي نوت دي بقوم معلقها على الحيطه لمده 3 ايام وبقرا. يعني كنت بقرا مجموعه الستيكي نوتس دول، يعني ما بين كل ماده وماده بقوم موقف كده واقريهم كلهم، وبعد 3 او 4 ايام اقوم شايلهم كلهم وابدا الزق حاجات تانية بيكونوا اصلا اوريدي خلاص سبته في دماغي. وتاني غلطه عملتها بعد ان انا وقفت الرياضه ان انا كنت بذاكر كتابه بس في اخر السنه عدلت بقى الموضوع، بقيت بذاكر يعني بقيت بكتب وفي نفس الوقت بتكلم. يعني اصل انا وانا بكتب انا مشغل عيني ومخي بس، لكن وانا بتكلم انا مشغل معايا كمان يعني بقي وودني، يعني الاثنين شغالين برضو بيخزنوا معايا معلومات. بس كده. لو الفيديو بقى عجبكم بتتفرجوا على اليوتيوب ما تنسوش بقى تعملوا يعني لايك بقى وسبسكرايب وشغلوا الجرس واعملوا شويه الحاجات اللي تحت دي. ولو بتتفرجوا على فيسبوك ما تنسوش تعملوا لايك للبيج، وهتلاقوا الانستجرام بتاعي موجود تحت لو حابين تتابعوني هناك. واشوفكم تاني قريب. يلا سلام.